هالو meine liebe Schüler und Schülerinnen. سبتكم تبصوا شوية على ولادي، لأن من لا يشكر لا يشكر. يعني لو ما شكرناش الدفعة القديمة عمرنا ما هنوصل لحد نشكره. شكرا لكل ولادنا الدفعة القديمة على مجهودهم وعلى تفوقهم، وكمان ولادي اللي داخلين. بصوا لرموزنا، نشكر طه محمد من عين شمس، نشكر دورية من العبور، وكل سلايس وكل شرح هشكر فيه طالب. بصوا على الدرجات يا ولاد، ما نبصش على النجاح وسقوط بس. اللغة مش نجاح وسقوط، اللغة تعلم. تعال نأسس يا طالب تالتة ثانوي، يا اللي لعبت في أولى وتانية. تعال نتعلم اللغة الألمانية وتكوينها. أول حاجة إيه هي؟ تكوين الجملة الألمانية. الجملة الألمانية أحسن ناس بتتكون من رقم واحد فاعل. يبقى رقم واحد إيه؟ الفاعل. والفاعل في الألماني ليه شكلين، يا يبقى اسم يا يبقى ضمير. يعني ممكن تبدأ الجملة الألمانية بمحمد، أحمد، إسلام، آية، عشان ما اقولش إن إحنا صبيان بس، إيمان، عبير. أو أبدأ بالضمائر أنا، أنت، هو، هي. يبقى الفاعل في الجملة الألمانية رقم واحد. رقم اتنين في الألماني الكينج، الفعل. ليه سميته كينج؟ لأنه ما بيتحركش من مكانه، وده هنعرفه كمان شوية. الفعل هيجي رقم اتنين وهيتصرف على حسب مين؟ الفاعل. يبقى رقم واحد الفاعل، رقم اتنين الفعل وهيتصرف على حسب الفاعل. رقم ثلاثة يا ولاد نادر باقي الجملة. ممكن تبقى مفعول به، حلو، ممكن تبقى جار ومجرور، حلو. باقي الجملة دي بقى براحتك. يبقى الجملة الألمانية بتتكون من واحد فاعل، اتنين فعل، تلاتة باقي جملة. لو انت بقى بتتعلم لغة وبتاخد كورس لغة، جرب بإيدك، حاول، عشان لما تيجي تكتب موضوع، عشان لما تيجي تتكلم، عشان لما تيجي تقرا قطعة. طب تعالى نقرا الجملة دي. علي فاعل اسم، فونت يسكن الفعل رقم اتنين، ان دقي هنا الفعل خد تيه عشان متصرف مع مين؟ مع علي. الجملة التانية ايش، انا ضمير، كومي الفعل اخره ايه عشان ايش، او سكايرو. عارفك دلوقتي بترفع ايدك من ورا الكاميرا وتسألني، طب يا عم نادر هي الجملة الألمانية قوالب طوب؟ قلت لك مش فاهم يعني ايه. يعني الجملة الألمانية بتتكون من فاعل، فعل باقي جملة، ما بتتحركش ولا ممكن تتحرك؟ سؤال جميل، أرد عليه. أرد عليه إزاي؟ أقول لك الملحوظة دي. خلي بالك من الملحوظة الهامة دي، إن جميع أجزاء الجملة الألمانية سهلة التحرك. ابدأ بأي جزء في الجملة، ابدأ بباقي الجملة، ابدأ بالمفعول، ابدأ بالظرف الزمان، ابدأ بأي جزء في الجملة، أخر الفاعل. المهم الكينج يفضل رقم اتنين. يعني بص الجملة بادئة ازاي؟ ان دقي، في الدقي، فون تعالي. أكبر عيب فينا بقى لما بنيجي نفهم اللغة بنترجمها عربي. يعني معنى الجملة ايه بالعربي؟ أترجمها لك. في الدقي يسكن علي، أو سكايرو، كومي إيش، من القاهرة آتي أنا. يبقى أنت عرفت دلوقتي إن الجملة الألمانية سهلة إيه؟ التحرك، ما عدا الفعل لازم يجي رقم كام؟ اتنين. يبقى الجملة الألمانية بتتكون من فاعل، فعل بقى جملة. والجملة الألمانية سهلة التحرك ما عدا الفعل لازم يجي رقم اتنين. وفي كورسنا التأسيسي هنمسك كل جزء وافهمه لك ونحل عليه وتقتنع بيه. والنهارده أول كورسنا هيبدأ بشرح الضمائر الشخصية، البيرسونالي برونومن. الضمائر الشخصية، يلا أعلمك نطق. أنا إيش، أنا إيش، ما تقوليش إيش، غلط. أنت دو، أنتي دو. هو إير، هو إير. محايد اس، وهفهمك يعني ايه محايد كمان شويه. هي زي، هي زي.
بس لو انت ابن نادر بجد قول زي كلاين، يعني زي الصغيرة. طب هم زي شفتك وانت بتغلط بتقول زي جروس، عبيط. زي كلاين، زي كلاين، يبقى هي وهم زي كلاين. طب حضرتك زي جروس، زي جروس الكبيرة، وتمشي كمان بمعنى حضراتكم. طب نحن wir، نحن wir. طب أنتم ihr، أنتم ihr. يبقى أنا إيش، أنت دو، هو إير. محايد اس، هي زي، هم زي، حضرتك زي جروس، نحن فير، أنتم إير. يا هرنادر، نعم يا حبيبي، ايه فايدة الضمائر بندرسها ليه؟ بتدرس الضمائر ليه؟ وهنا نقف دقيقة نشكر مين؟ أحمد نبيل من شبرا الخيمة، الراجل 40 من 40. ونرجع تاني نسأل مين؟ أحمد نبيل. يا أحمد، إيه فايدة الضمائر؟ قال لي قبل فايدة الضمائر أنا عايز أعرف منكم حاجة. إيه هو ضمير إس؟ أنا بقالي أهو سنتين كل ما أروح لهير ألماني يقول لي إس محايد، إس محايد. إيه؟ بتقول إيه؟ إيه العك ده يا ابني؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بتقول لي إس هي ضمير الغير عاقل؟ إيه ده؟ أنت عرفت منين؟ عشان كشفك. اس عمرها ما كانت لغير العاقل. اس هو ضمير اتعمل عشان يحل محل الاسماء التي لا هي مذكر ولا هي مؤنث. يبقى ولا هي مذكر ولا هي مؤنث زي ايه؟ اسماء البلاد والمدن. يبقى نقول تاني، اس دي اتعملت عشان بتحل محل الاسماء ايه؟ اللي ولا هي مذكر ولا هي مؤنث، زي اسماء البلاد والمدن. عارفك انك واد دلوقتي بقيت ايه، صوتك تخين واكبر مني، فبتقول لي طب ما هي البلاد والمدن غير عاقل، ما هي نفس المعلومه اللي قلتها. لا، ما هي اس بتحل محل اي اسم اداته ضس. يبقى اس اتعملت في الالماني عشان تحل محل اسماء البلاد والمدن ومحل اي اسم اداته ضز. وطبعا الاسماء اللي اداتها ضز في منها عاقل زي داز بيبي وداز كيند وداز ميتشن. يبقى المعلومه اللي كانت عندك خاطئه، فيلا نصلحها مع بعض. اس بتحل محل اسماء البلاد وايه والمدن واي كلمه اداتها ضز. قال لي حلو قوي الكلام اللي قلته ده هي. طب عندك امثله ليه؟ وهي دي طريقتنا وده اسلوبنا ان احنا بنشرح بالامثله. فو ايست داس بوخ، اين الكتاب؟ الكتاب كلمه اداتها داس، يبقى نعوض عنها باس. طيب فوليكت أليكس، أين تقع اسكندرية؟ اسكندرية مدينة والبلاد والمدن لا هي مذكر ولا هي مؤنث، نعوض عنها بإس. يبقى ضمير اس. فهمته؟ اتعلمته؟ قال لي طب يا نادر عندي سؤال ليك بس في العمق. قلت له اتفضل، انا بحب اسئله العمق. ضص يا نادر، انا عندي كام ضز في الالماني؟ 2. تعالى كده، قرب كده، قرب قرب قرب. ضز لما يجي وراها فيرب تبقى بمعنى اسم اشاره، هذا او هذه او هؤلاء. وفي هذه الحاله ليس لها تعويض وبتترجم بمعنى قلت لك هذا او هذه او هؤلاء، بس ملهاش تعويض. يعني اما اقول داز است توم، هنا داز مش بمعنى الف ولام، لا، داز هنا بمعنى اس اشاره عشان جاي بعديها ايه؟ فعل. هذا يكون توم. طب لو قلت داز، بص يا عم، زند كيندر اهم، هؤلاء يكونوا أطفال. ليه ترجمت هنا بمعنى هؤلاء؟ عشان جاي بعديها زند فعل. يبقى ضز لما يجي بعديها فعل تبقى اسم إشارة ليس لها تعويض ولا نخش في تعويضها، ما تعوضش عنها بإس. وكمان امتى تكون بمعنى اسم إشارة؟ لما تيجي في السؤال. بس نقف لحظة هنا، حي مين؟ عم محمد عبد الحميد.
رجالة عين شمس 40 من 40 وألسن ألماني، ونقول لك مبروك. ونرجع تاني لضز. قلنا ان ضز بعد فعل تبقى اسم إشارة، وضز لما تيجي في السؤال ده است ضز، لما تيجي التركيبة دي هل هذا بيتر، يبقى امتى ضز تترجم بمعنى هذا او هذه؟ لما تيجي في جمله بعدها فعل، او ما تيجي في سؤال است ضز. اما امتى تيجي بمعنى اداه تعريف، وامتى نعوض عنها؟ لما يجي بعدها اسم. ضز بوخ الكتاب يكون جيد، وفي هذه الحاله لها تعويض بنعوض عنها باس. يبقى ضز اسم اشاره ملهاش تعويض، ضز لما يجي بعدها اسم ليها تعويض. دي كانت بتوقعكم. طيب فايدة الضمائر ايه؟ السؤال اللي اتسألته. الضمير فايدته في اللغة ان هو بيجي في موقع الفاعل فبيتحكم في تصريف الفعل، وكل ضمير هقول لكم تصريف فعله ايه. الضمير بيحل محل الاسم العلم والاسم المعرفة. الاسم العلم والاسم ايه؟ المعرفة. الاسم العلم والاسم ايه؟ المعرفة. شايفك عينك بتسأل ايه الفرق ما بين الاسم العلم والاسم المعرفة؟ هقول لك استنى. تعالى يا عم. الاسم العلم اللي هو اسم واد بنت بلد. الاسم المعرفة اللي هو اسم قدامه ألف ولام، يا دير يا ضز يا دي مؤنث يا دي جمع، فالضمير بيحل محل الحاجتين دول. فتعالى نشوف مع بعض واحنا بنشرب القهوة كده معاك ان احنا هنعمل ايه. بص يا عم والله العظيم مسهل لك المعلومة وكل ضمير تفهمه ازاي. نبدأ بضمير ايه؟ ماله؟ بيحل محل ايه؟ قال لي بيحل محل اي اسم ولد. اهو، ما هو اسم الولد ده الاسم العلم. يعني ما اقول يا محمد هو جه. فين محمود؟ هو غايب. فين بيتر؟ هو نايم. يبقى اي اسم ولد نعوض عنه باير. بيحل محل اي اسم اداته دير. يلا نغني. فاكرين اي كلمه اداتها دير نعوض عنها باير، اي كلمه اداتها دير نعوض عنها باير. واي هير بس بدون كومه، لان الكومه لو جت مع الهير يبقى واقف قدامك وهتحترمه. من غير كومه فبتتكلم عليه زي ما انت بتتكلم عليا وشايفك اهو. ايه رايك في هير نادر؟ هو جامد. ايه رايك في هير محمود؟ هو طيب. هو بنتكلم عليه مش واقف قدامنا. طيب يا مستر، يبقى ايه؟ سمع لي. بتحل محل اي اسم ولد، برافو. اي كلمه اداتها دير، برافو. اي هير من غير كومه. وطالما في ايه تعال نشوف الفعل وجماله. لازم يكون اخره تي. مش قلنا الضمائر بتتحكم في تصريف الفعل؟ ما هو الفايدتين قدامك اهم، تصريف الفعل والتعويض. بيعوض مكان اسم واد اسم اداته دير هير من غير كومه، هيجيب الفعل وهو اخره تي. شايفك بتقولي بس في افعال شاذه. فعل يكون هقول است. است هو يكون. فعل يملك هات هو يملك. يبقى تصريف الافعال بعد اخوتيه، والفعل يكون است والفعل يملك هات. هشرب كوبايه قهوتي واشوفك حليت امثلتي ولا لا. يلا فكر. انت بتبص في القهوه ليه؟ فكر. ايوه، الجمله الاولى بتقول داز است انطون. يا جمالك يا ابو الهراهير، يا جامد يا خطير. علمتني ان داز بعدها فعل اسم اشاره ملهاش تعويض فكبر منها. يبقى انا هعوض عن مين؟ انطون. انطون اسم ولد يبقى نعوض عنه باير. قولها تاني، قولها تاني. في عيل تعبان نايم على ودنه لسه بيفكر في المجموع والنجاح والسقوط. اصحى خلاص، احنا بدأنا السنة يا عم. بدأنا بنقول ان ضز لما يجي بعديها فعل تبقى اسم اشارة ملهاش تعويض، يبقى مش هنبص لها. هنبص على انطون. انطون ده اسم ولد نعوض عنه باير. طب فو است دير بالكون. العيال بقى اللي بتحب تترجم بالعربي. اين تكون البلكونة؟ البلكونة مؤنث. غلط. احنا لما بنيجي نعوض ما بنبصش على الترجمة، بنبص على الأداة. أي كلمة أداتها دير نعوض عنها بإير. طب هير علي استليرر
مستر علي مدرس. نقط ايست او كومت او اليكس. هو جاي من اسكندريه، نعوض عنه باير. يبقى انا حققت اول معادله لنادر قالها لك. ولد، برافو، كلمه اداتها دير، هير من غير كومه. ووريتك تصريف الفعل اهو، الافعال الشاذه ايست والفعل العادي اخره تي. فهمتها؟ قال لي احنا لو مشينا على الشكل ده انا مش هذاكر الماني وانا بذاكره معاك. طب تعالى بقى وريني بعد ايه ضمير اس. اس ضمير المحايد. عرفته يا هير؟ طب قول وانا اشرب. يحل محل اسماء البلاد والمدن واي كلمه اداتها ضص. برافو عليك. طب والفعل وراه؟ لازم الفعل وراه يبقى اخره تي. اهو تي. ولو يكون ايست ولو يملك هات. يبقى الاي والاس بياخدوا نفس التصريف تي. طب فين الامثله يا هير اللي هحلها؟ ما الامثله فوق يا كبير، بتاع دصبوخ وبتاع اليكس. قال لي حليناها. طيب زي هي استنى ما ارفعها لك كده عشان البنت اللي رافعه ايديها دي اهي. زي هي بتكتب كلاين، ما عدا لو جت في اول الجمله هتتكتب كبيره. وهوريك. بتحل محل اي اسم بنت. برافو. اي كلمه اداتها دي المؤنث. برافو. اي فراو من غير كومه عشان معناها انها غائب ما بنحترمهاش ونقول هي. برافو. يبقى زي مكان اي اسم بنت، اي كلمه اداتها دي، فراو من غير كومه. طب والفعل بياخد تي مفرد، ولو يكون است ولو يملك هات. مين يعمل لي ملخص؟ انا يا هير. ضمائر ايه واس وزي ضمائر للمفرد، ايه للولد وكلمه اداتها دير وهير من غير كومه. اس للمحايد واي اسم بلد، زي لاسم بنت واي فراو من غير كومه واسم اداته دي، والثلاثه الفعل وراهم اخو تي واست وهات. طب ما يلا بينا فكر في الامثله. داز است هبه. داز بعديها فعل اسم اشاره ملهاش تعويض، هعوض عن هبه بزي الصغيره بس جايه بدايه جمله فتكتب زي جروس. فاس كوستد دي باناني، كلمه اداتها دي نعوض عنها بزي الصغيره بس جايه في اول الجمله تكتب زي الكبيره. طفره وآية استشهون جميله. اشليب انا بحبها. هي زي الصغيرة وجاية في اخر الكلام تتكتب زي كلاين. ايه رأيك؟ فهمت؟ قال لي تمام. طب ما دام فهمت ما نكمل على نفس المنوال وناخد درجة النجاح. ما انت لو عايز تنجح وترتاح اسمع هرناد عبد الفتاح. قال لي ما هو الضمير زي هم زي كلاين. زي هم بتتكتب زي كلاين، ولو جت في اول الجمله هتتكتب كبيره بردك. بتعوض مكان اسم ولدين، ولد وبنت. ازود انا بقى بلدين اهم. استنى يا عم. بنتين. يبقى اي اسم ولدين، بنتين، واد وبت، بلدين، اي كلمة جمع اداتها دي نعوض عنها زي بمعنى هم. يبقى لو جه ولدين بنتين واد وبت بلدين اي جمع اداته دي نعوض عنه بزي. اتفضل. هبة وعلي زند شولر يكونوا طلبة. هبة وعلي جمع، ولد وبنت يبقى زي بس هتتكتب كبيرة عشان في أول الجملة. فوش بيلن دي كيندا، بيلعبوا فين العيال؟ العيال جمع، هم بيلعبوا في الحديقة. تتكتب زي كبيرة عشان جمع. بس خلي بالك بقى زي الجمع الفعل بقى بيتصرف معاه اخره ايه ان، ولو يكون زند ولو يملك هابن. سمع لي. زي هم بتحل محل اي اسم ولدين بنتين بلدين اي جمع او كلمه اداتها دي الفعل وراها اخره ايه ان، ولو يكون زند ولو يملك هابن. طيب زي جروس
اللي بمعنى حضرتك او حضراتكم بيحل محل ايه؟ بص بقى، هو فراو وراهم كومة. قلت لك الكومة معناها ان انا مخاطب واكبر منك فبتحترمني، او اي هير اون هير معاه كومة، او اي فراو وفراو معاها كومة، او هير وفراو معاه كومة. قال لي يعني اول ما الاقي اي هير واي فراو متبوعة بكومة يبقى لازم اقول زي جروز بمعنى حضرتك او حضراتكم، والفعل معاها بيبقى اخو اي ان. ايوه، ولو يكون زند ولو يملك هابن. اتفضل. هير علي كوما فوفونن زي حضرتك. فراو آية عند فراو إيمان كوما زند زي. هنا اتكتبت ايه؟ كبيرة برضك، بس انت اللي شايفها صغيرة. يبقى زي جروز بمعنى حضرتك او حضراتكم، ويصرف معاه الفعل جمع زي زي هم. طب والضميرين الاخر اهو، الواد فرحان انها اخار. نحن فير، انا واسم شخص، انا قد احمد، احنا اصحاب فير. انا ومحمد احنا اخوات فير، والفعل معاها اخو اي ان. ايوه، ولو يملك هابن ولو يكون زند. يبقى فير وزي وزي اقف نفس الوقفة. فير نحن بتحل محل انا واسم شخص، زي هم بتحل محل اسم ولدين بنتين واد وبنت او اي اسم جمع. زي حضرتك بتحل محل هير ورا كومة، فراو وراها كومة، هيرين وراهم كومة، فراولتين وراهم كومة، هير وفراو ورا كومة، وفي زي ضمائر جمع الفعل معاه اخره اي ان، ولو يكون زند ولو يملك هابن. اخيرا انتم اير دو اند اسم شخص. انت ومحمد انتم معايا، انت وآية انتم فاهمين، او اسم ولدين او بنتين او واد وبنت بعدهم كومة يبقى انتم، وساعتها الفعل اخوتيه، ولو يكون زايت ولو يملك هبط. يبقى الضمير ده وده تعال نحل عليه. انا وعلي نحن فير، انت ومنى انتم اير. طيب نادر واسلام ولدين وراهم كومة، انتم ساكنين فين؟ اير. يبقى انتم لولدين او بنتين او واد وبنت معاهم كومة او دو واسم شخص. خلصت ضمايرنا، بس ما خلصتش تركاتنا. التركات دي هو ايه؟ خلاص مش هيجيب لك تركات، هيجيب لك امتحان بلا تركات. هو انت ايه؟ هي برضك انت فاكر عشان هي نجاح وسقوط مش هيجيب لك تركات؟ امال هينجحك على ايه؟ ولا هيسقطك على ايه؟ فتعال نشوف تركات ابو الهراهير. احنا عرفنا ان هو وفراو لما يجي وراهم كومه تبقى ايه؟ تبقى زيجوس. عرفنا ان اسم ولدين او بنتين لما يجي وراهم كومه تبقى ايه؟ اير. طب تعالى بقى نعرف لما يجي لي اسم ولد وراه كومة، اسم بنت وراها كومة، يبقى دو انت. يبقى فايدة الكومة في الألماني اهي، مخاطب. اهو بكلم حد اكبر مني باشا حضرتك، بكلم حد اصغر مني انت، بكلم مجموعة انتم. يبقى واد وبت وراكما تبقى دو، يبقى الفعل اخره استي، ولو يكون بيست ولو يملك هست. مهاب فوفونست دو. فيجي طالب يقول لي طب ازاي مهاب مش اسم واد يبقى اير والفعل معاه يبقى اخره تيه؟ انا حافظ كلامك. لا، انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم. مهاب اسم واد بس وراه كوما يا كبير، يبقى مخاطب يتكلم بدو، يبقى الفعل ياخد اس تي. اللي فهمتها
ما انا عارف انك فهمتها. نروح لتركه كمان. قال لي معاك يا ابو الهراهير. لو جالك في الايه، في السؤال دو، لا دي انا حافظها دي. تحط في الاجابه ايه؟ قال لي ايش. انت ساكن فين؟ انا ساكن في الجيزه. انت جاي منين؟ انا جاي من القاهره. انت بتتعلم ايه؟ انا بتعلم الماني. يبقى اي سؤال بدو يدي اجابه بايش. مع دو الفعل اخو اس تي، مع ايش الفعل اخو ايه. مع دو فعل يكون بيست، مع ايش فعل يكون بين. مع دو فعل يملك هاست، مع ايش فعل يملك هابي. هو ده اللي انا كاتبه. يبقى انت ما تخش في الامتحان لقيت سؤال بدو على طول تحط ايش. عاوز يسالك في الفعل مع دو حط اخو اس تي، ولو يكون بيست لو يملك هاست. مع انا الفعل اخو ايه، مع اكون بن، مع يملك هابي. ايه يا عم نادر؟ ايه يا باشا مفيش تمارين؟ في تمارين، بس التمارين بعد ما نشكر عمر ايمن وال40. كل ولادي هشكرهم واحد واحد على مجهودهم قبل ما نقول، عشان يبقوا ليكم فكر وتفكير. الناس دي ضحت وانتوا لازم تضحوا. مش هتضحي كتير، هتضحي بمحاضرة عشان تفهم وتنجح. مش طالب منك 40، انا طالب منك التركيز يا كبير. ارجع لموضوعي. لما الاقي زيج غوص رايح فين؟ استناني. لما الاقي زيج غوص اللي بمعنى حضرتك او حضراتكم، هحط في الاجابه ايه؟ قال لي لو حضرتك احط في الاجابه انا. انت حضرتك مين؟ انا هرنات. طب لو حضراتكم هحط في الاجابه نحن. ايه العك ده؟ انا مش فاهم. تاني اقول. لو جالك في السؤال زيج غوص كبيره وطلب منك الاجابه، فانت بين نارين. احط انا ولا نحن؟ هي حضرتك ولا حضراتكم؟ طب وليه يديك الحل من غير ما تتعب؟ بص على تصريف الفعل اللي في الإجابة. قال يقول تاني. حاضر. بص على تصريف الفعل اللي في الإجابة. ما هو woher kommen Sie. لو في الإجابة كومي يبقى أقول إيش. طالما قلت إيش يبقى زي دي بمعنى حضرتك. حضرتك جاي منين؟ أنا. طب لو لقيت كومن يبقى فير، يبقى دي حضراتكم. قال لي الله ده الالماني سهل، ما احنا قلنا سهل. يبقى لو لقينا زي جروس في السؤال حط في الاجابه ايش يا في. لو لقيت في الاجابه ايه يبقى ايش. لو لقيت في الاجابه اي ان تبقى فير. ولو لقيت كوميس تو يبقى في الاجابه ايش على طول. بس سهله اهي. قال لي تمام. في تريكات تانية؟ في تريكات تانية. لو لقيت ايه انتم في السؤال هنحط نحن في الاجابه. انتم عاملين ايه يا اولاد؟ احنا فرحانين، احنا مزقططين، احنا 5 مواد. طب لو لقينا في الاجابه في يبقى نحط في السؤال ايه. طب فوفونت ايه، انتم ساكنين فين؟ احنا ساكنين في شبرا. يبقى ايه تجيب فير تجيب ايه. دي هتفيدنا في ايه؟ في الايميل يا كبير. قال لي طيب خلاص خلصت التريكات؟ لا، في تريكات المتفوقين. قال لي مش عايزينها، احنا عاوزين ننجح. حاضر، بس ممكن يجيب لك تريكة منهم نفهمها. لو جاب لك في الامتحان، تعالى نطلع كده اهو ونكبر كده. لو جاب لك في الامتحان دي فاميلي، دي فاميلي يعني العائلة. ففي عيال متأثرين يقول العائلة هم. غلط. العائلة تعامل معاملة المفرد، عيلة واحدة هي. ما انت لو عوضت عن العائلة هم، اما العائلات نعوض عنها بايه؟ يبقى العائلة عاملة زي فرقة الكورة مكونة من أكتر من واحد، لكن بتعامل معاملة ايه؟ المفرد. يبقى العائلة بنعوض عنها بزي هي، والفعل معاها يبقى اخوتي، ولو يكون است، ولو يملك خط. وتفضل. دي فاميلي استغاث، العائلة كبيرة هي بها 5 أشخاص. وهنا تتكتب كبيرة عشان في أول الكلام. طيب بلاش دي فاميلي،
طب لو قالك دي فاميلي فاجنر، عيلة فاجنر، ضحك امبارح، لقيت بنت في احد السناتر قالت لي هو مش فاجنر ده اسم ولد؟ احنا مش بنعوض عن فاجنر، بنعوض عن عائلة فاجنر يا ست الحلوين. عائلة فاجنر، عائلة نادر، فاميلي احمد، فاميلي محمد، هي لانها عيلة واحدة. زي هي، والفعل اخوتيه، ولو يكون است ولو يملك هات. عائلة فاجنر kommt aus Deutschland. Sie wohnt aber in كايرو، لكن هي ساكنة في القاهرة. فأحمد بيقول لي طب وانت كاتبها كبيرة ليه؟ عشان في أول الكلام يا أحمد. قال لي نسيت. يبقى العائلة هي، فاميلي فلان هي، امال امتى اعوض بهم؟ الله، امتى نعوض بهم؟ بعد ما اشكر من علي على 40. اعوض بهم مع الترن الوالدين، مع جروس الترن الجدين، مع جشفستر الاخوات، مع كندر الاطفال، مع اي اسم جمع اعوض عنه بزيهم والفعل اخره اي ان. دي الترز ده الت عواجيز لكن لسه عايشين. زي اهي، زي ليبن نخ، هم عايشين. يبقى الجمع مع اي اسم جمع. وايه كمان الحتة الحلوة اللي جاية؟ بس اشكر شروق امام واقول ان حضرتك لما يجي لك احمد فاجنرز اي اسم فرد واضيف له معناها افراد عائلة فلان. احمد افراد عائلة احمد هم خارجين وسايبينه. نادرز افراد عائلة نادر هم مسافرين. يبقى اي اسم شخص متضاف له يعامل معاملة الجمع. افراد العائلة هم. نادرز wohnen in كايرو. Sie arbeiten auch in كايرو. أفراد عائلة نادر ساكنين في القاهرة وكمان بيشتغلوا هناك. يلا نحل ونكسب. نحل ونكسب ايه السؤال ده يا بيه؟ Wo wohnt نادين und du؟ ساكنة فين نادين und نقط؟ أحد قالت في الإجابة wir wohnen in شبرا. هل الإجابة إيش ولا إيه ولا في ولا زي؟ مستني إجاباتكم على الصفحة عشان تقول لي، أو على اليوتيوب أو في أي مكان، عشان اللي هيكسب ده ليه تكريم عندي وليه تصوير معايا في الحصة الجاية. حل واكسب. تعالى بقى نحل ونطبق. بس قبل ما نحل ونطبق أشكر يحيى على 40. يا يحيى، يا محمد، يا شروق، يا دورية، يا طه، قولوا لهم ان الالماني لازم له تركيز. تعال نشوف ونحل مع بعض. Meine Family ist nicht groß. عيلتي مش كبيرة. نقط ist klein. انا هير. قوم قول واشرح. العائلة هير تعامل معاملة المفرد، فعوض عنها هير بزي المفرد ووراها الفعل اخوتي او است او هات. برافو زي. طب ما تعالى نفكر مع بعض ونشوف رجالتنا الحلوين. داز است هير سيد نقطة. ايه ولا ايش ولا زي ولا است دويتش ليرر. هير سيد ورا كومة؟ لا، يبقى نعوض عنه بإير. طب ما انتوا عيال شاطرة اهو. طب woher kommen؟ نقط كومة هير كمال. هير كمال مع كومة احترام يا هير نادر. احترام يبقى نعوض بزي جروس مش زي الصغيرة على فعل اخره اي ان. بترا استلمارين. بترا اسم بنت نعوض عنها بزي. طب مكتوبة كبيرة ليه؟ عشان في أول الجملة. طب كومت ايه ولا ايه ولا زي ولا فير أوز برلين؟ يا فير. طالما في الإجابة في فير يبقى نحط في السؤال اير. ما انتوا شاطرين اهو. طب دي فاش ماشينة، الكلمات هي مش عارفها،
مش حافظها على فكرة، مش هقولك على الهدية، في قاموس بيتظبط لك. اوعى ما تنساش تسأل على القاموس وازاي تستلمه في اي سنتر او في اي محافظة، سواء PDF او في ايدك. ديفاش ماشيني يعني الغسالة. ومش مهم يا مستر، بنت قالت لي طالما اداتها دي اعوض عنها بزي. برافو. طب فاسكوست الدير انسوج، يعني ايه انسوج؟ مش هقول لك. قال لي وانا مش عايز اعرف. الانسوج اداتها دير، نعوض عنها باير. طب لما كسفتني هقول لك يعني بدله. طب جمله 8 تعالى، بيقول لك داز است فراو هاجر. فراو هاجر مش وراها كومه، يبقى نعوض عنها بزي، والفعل وراها مفرد. طيب في تاني، تعالى نقول لك اهو ايبونجن كتير اهي. وعلى فكرة ده هيبقى اخر تمرين، وهتسمع بعديه كلمتين مهمين. Meine Mutter ist Lehrerin. مامتي مدرسة. مامتي هي كلمة أداتها دي، نعوض عنها بزي. أهي 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 زي. طب دي شتات ist modern. شتات يعني ايه؟ مش مهم. أداتها دي نعوض عنها بزي. قال لي الله. طب كايرو ist ruhig. Das kann wirklich nicht. اهي الجملة دي بقى حلوة قوي، وشرحها بقى عندنا. ليه؟ اقول لك اهو. بص يا عم، بيقول لك القاهرة مدينة هادئة، الواحد ما بيقدرش يسمع صوت فيها. طب الواحد هي كلمة ايه؟ من، ان واحدة، ولسه دي قاعدة هتتشرح الحصة الجاية. فو زند دي كندر حليناها قبل كده، كلمة أداتها دي نعوض عنها بزي. طب دير اونترشت، الحصة أداتها دير، يبقى نعوض عنها بإير. ده الألماني سهل أهو. فير زند، والإجابة إيش. أنت قلت لي لما ألاقي الإجابة إيش أحط دو في حالة إيه؟ لما الفعل يبقى آخره اس تي. أما هنا زند يبقى زي الاحترام. قال لي قولها تاني، أقولها تاني. الإجابة بإيش، يبقى أحط السؤال يا بدو يا بزي الاحترام. هنا مفيش دو عشان تصريف الفعل غلط، والفعل متصرف مع جمع، يبقى زند زي الاحترام. داز كيند، داز أداتها داز، نعوض عنها بإس. طب فو زند دي كيندر، كلمة أداتها دي نعوض عنها بزي. آدي أول الحكاية، تأسيسنا في الفاعل، الضمير. عايزك تذاكره كويس، وهتلاقي كمان مرسل ليك تمارين إضافية عشان تحل عليها. لسه بقى مكملين مع بعض. عايز تعرف التفاصيل وتتابعنا على اليوتيوب أو على صفحتنا أو على المنصة، بص بصة على المنصة، منصة أشطر، فيها كل المنهج. تابعونا شهر بشهر أو ترم بترم، أو تابعوا الكورس كامل. وزي ما قلنا خلاص مع ابو الهراهير مفيش مستحيل. هنتابع ازاي نحل القطعة والمواقف والايميلات، ولسه محاضرات المنهج يا جدعان. اشوفكم على خير مع ابو الهراهير، مفيش مستحيل. تشوس. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.